ده اروش ايفنت لاطلاقه موبايل انا حضرتها في حياتي. انفينكس قررت تعلن عن ارفع موبايل في العالم مع قول امين في الجريك كامب، فيلا بينا نشوف الحوار ده. اول ما وصلت كنت مذهول من الاجواء ودخلت على الريد كاربت على طول، ادوني شنطه انفينكس وقول امين وادونا الموبايل الجديد عشان نجربه. ايوه يا ولاد يا حراميه يا بتوع الموتوسيكلات يا بتوع عرب المعادي عارفكم. وما ينفعش ادخل الايفنت عادي كده، ولقيت سكيترز روشين قوي، كان لازم اجرب طبعا. بالله عليك لفه. بص الحركه دي يا جدع، اوعى بدل ما بتاع المحل مشاكل. وقابلت بكل بساطه اوعى انتوا بتيجوا منين؟ كانت البلاوي. وابن علاء الدين كمان. انت ستيف اوستن، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هتخبط لي اتنين في بعض. وكان في خطاط قلت لازم يكتب لي شد الحبل على الشنطه، وعملت تاتو وطلعنا للحفله بقى، لقيت قطه تقول اميم. الواد ده انا شفته في الساحه قبل كده. وقعدنا نرقص ونهيص والاجواء كانت لذيذه، وقعدنا نلعب كمان، وبيطلعوا لنا صور ميمز ولازم نقلدها، وادونا فاوتشر للاكل وحلينا بغزل البنات. وبالنسبه للموبايل بقى فده انفينكس هوت 60 برو بلس اللي دخل موسوعه جينيس انه ارفع موبايل في العالم ثلاثي الابعاد، ورغم وزنه الخفيف الا انه متين وشكله والوانه ريوشين قوي، واللون ده كان عاجبني قوي. وقعدت صور بيه طول اليوم عشان بطاريته 5160 امبير. وشكرا لانفينكس وقول اميم على اليوم الجميل ده. وبكده يكون الفيديو خلص. بقى لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، واشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب